السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اخيرا خلصنا امتحانات، وانا كان نفسي بعد ما اخلص الامتحانات اعمل كيك. مكانش عندي وقت خالص اعملها، وكمان كان الفرن بعد ما نقلنا ما كانش لسه عندنا وقت ان احنا نظبطه، واخيرا برضو الفرن اتظبط الحمد لله. فهعمل كيكايه كده على السريع. آم، كل سنة وانتم طيبين من عشان النهاردة التوقيت الشتوي ان شاء الله. هنأجل بقى الساعة تبقى 12، هنعملها 11. وهنبدأ دلوقتي هنعمل الكيكة الخطيرة بتاعتنا، وان شاء الله تطلع كيكة طعمها تحفة بمناسبة ان احنا خلصنا امتحانات الشهر. طبعا هي السنة لسه طويلة، بس انا حاسة ان الشهر ده كان بقاله سنة. عشان ما اطولش عليكم يلا نبدأ. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، تعليقاتكم الجميلة عشان يوصل لكم كل حاجة جديدة ونفضل متواصلين مع بعض. هعدل دلوقتي الكاميرا ونشوف هنعمل الكيكة بتاعتنا ازاي. هي كده معايا هنا البولة بتاعتي. هعمل ايه؟ هحط السكر، كوباية سكر، تمام، مع هنا معايا كوباية سمنة على زيت او زيت او سمنة، بس اللي يريحك. انا حاطة هنا سمنة بلدي وعليها زيت اهي. لا مش كده يعني، جيب بس معلقة. بس كده. هضرب بقى الكلام ده مع بعضه بالمنظر ده كده. بالمضرب الكهربائي ينفع، بالمضرب ده ينفع، بأي حاجة عندك اهو. انا شكلي كده هضربها بالمضرب الكهربائي. يبقى هنا السكر مع ايه؟ مع السمنة او الزيت، او السمنة على زيت، او سمنة بس، او زيت بس. دي حاجة ترجع لك والمتواجد معاكي عشان ما تتعطليش. انا هضربها بالمضرب الكهربائي لحد ما اللون ده يبقى ابيض. ضربت دلوقتي السكر ومع السمنة. بعد كده هعمل ايه؟ هنزل بكوباية اللبن، يبقى السوائل كلها مع بعضها. خلاص، واقلب. عايزه اقول لكم لو في حته سمنه بلدي كده بتعمل حته زبده بيبقى فيه ريحه حلوه قوي. خلاص اهو. هاجي هنا بقى احط البيض. عايزه بس ايه الحاجات دي احطها كده عشان اوريكم. احط البيض واحده وراء التانية كده اهو. ولو عاوزه بقى تشوفي البيض تبقي تضربيه في او تفقشيه في طبق، عشان لو انت مش متاكده من البيض. بس انا متاكده من البيض ده ان هو نضيف اهو. عاوزه تحطي بيضتين ماشي، عاوزه تحطي 3، هو مقدارها 3، بس لو انت ما بتحبيش البيض كتير ممكن 2 عادي. هنا بالمنظر ده كده اهو، تمام. هعمل ايه بقى؟ هنزل بكيس فانيليا دريم اللي هو بالبرتقال. ما عنديش فانيليا احط عصرة ليمون او معلقة خل اهو. كيس فانيليا برتقال هتفرق معاكي في الريحة وهتبقى جميلة قوي، ريحته طالعة تحفة. هضرب بقى الكلام الجميل ده برضو مع بعضه كده اهو. اهو افضل اضرب لحد ما الدنيا كده تظبط. ممكن المكونات السائلة دي كلها تضرب في الخلاط، او تضرب بمضرب، او تضربيها في الخلاط عادي. يعني تجيبي الخلاط تحطي فيه البيض وتحطي فيه اللبن وتحطي فيه السكر وتحطي فيه كل المكونات اللي احنا حطيناها اللي هي الزيت او السمنة، وتضربيهم كويس قوي في الخلاط.
وبعد كده هتنزلي بقى على الدقيق، تنخلي الدقيق وتظبطيه وتنزلي بيه، فتنفع برضو كده وتنفع كده. خلاص داب كله داب اهوت. هجيب بقى الدقيق، هو ده، لا انا عاوزه ايه، مش عاوزه الدقيق ده، انا هجيب الدقيق التاني اللي انا جايباه، دقيق الضحى. انا ايه بحبه جدا، بخليه مثلا للحلويات او الكيك، بيبقى تحفه. انا المعيار هنا هحط كوبايتين كبار، هو المفروض احط 3 بس هحط كوبايتين واشوف كده. ادي كوبايه، وادي التانية. تمام تمام. هحط معاهم كيك شيف، برضو كيك شيف بيفرق جدا في الكيك. قبل كيك شيف بقى في خطوة ان انا بحط 3 معالق نشا. النشا بيديها قوام حلو جدا. بعد كده هحط بقى ايه كيك شيف كده. هعمل ايه بقى، هقلب بالراحة كده الكلام الجميل ده كله مع بعض كده، بالراحة كده. وهشوف القوام، انا احتجت دقيق هحط دقيق، لقيت القوام تقيل هحط لبن اهو. ولازم في الكيك نضرب كويس قوي. تمام اهو. الم كده واضرب. لا انا كده بقى هحاول استخدم كده المضرب، بس هجيب الاسباتول الاول الم ايه الحروف ده كله الاول كده اهي. تحت لفوق كده اهي. يعني نصيحة ان احنا دايما بعد نهاية اي امتحان او بعد نهاية مثلا نتيجة او حاجة احنا بنستناها، ممكن نعمل لولادنا كيكة او حاجة بيحبوها. دي بتفرق بالنسبة لهم قوي في ايه بقى، ان هما انت بتكافئيهم على تعبهم، ان انت حاسة بتعبهم الفترة اللي فاتت، فبتعملي لهم حاجة حلوة حاسة بيهم كأم. فبتفرق والله، بتفرق جامد مع العيل. فلما تيجي تعملي كيكة او تعملي حاجة بيحبوها، كرواسون، اي حاجة في البيت، قرص، اي حاجة بتفرق قوي، والعيل بيبقى مبسوط بيها جدا، ان انت كافئتيه بعد التعب اللي هو شافه مثلا في الامتحانات وانت شفتيه انت كمان. انا هزود شوية دقيق عشان القوام. تمام اهو. وهعمل ايه بقى، وبرضه هقلب، بس بعد كده هضربها بالمضرب عشان خاطر ايه، انا محتاجة ان ما يبقاش الفقاقيع دي موجودة ولا فيه تكتلات خالص تبقى موجودة. اما بقلب الكيك بقلبها من تحت لفوق كده اهو اهو. اهم حاجة في الكيك ان انت بتقعدي تقلبي فيها، دي بتفرق. هضربها بقى ايه بالمضرب الكهربائي
عشان خاطر ايه اتاكد ان هي تجانست مع بعضها. مضرب معايا اهو. هجيبها كده بسم الله. استنى هقرب لكم دلوقتي الدنيا شويه. هوريكم بقى القوام بعد الضرب تحفه، مفيش تكتلات، مفيش الفقاقيع اللي بتبقى موجوده. شوفوا هو ده القوام اللي انا عاوزاه اهو كده، لا خفيف ولا تقيل. طبعا احنا كلنا اساتذه في الكيك بس بشارككم معاه. هجيب الصينيه بتاعتي وهدهنها حته سمنه بلدي ونفرغ ده في الصينيه ونشوف هتطلع شكلها عامل. الصينيه بتاعتي اهي ودهنتها، هفرغ بقى ايه الكيكه، احلى كيكه باذن الله تطلع. شوفوا شوفوا القوام تحفه اهو. بمسكها بقى اعملها كده واخبط عليها تخبطتين. هي مش محتاجه عشان ضربتها بالمضرب جامد، ما فيهاش اي حاجه. حاسه ان فيها حاجه اهي، هتقومي بقى ايه بسكينه رفيعه او بخله وتقومي رايحه جايه بيها كده. لو في فقاقيع او حاجه بالسكينه كده اهو اهي، بتحشي الفقاقيع دي لو في بشكل دائري كده اهو كده اهو اهي. بس عندك بقى اما تطلع عندك صوص شوكولاته، عندك صوص فراوله، عندك كريم شانتيه، عندك عاوزه تزوقيها بقى زوقيها، بس احنا بنحب ناكلها كده اهي. عندي صوص كراميل ممكن ابقى احط يعني ايه ليا انا، انما بقيه البيت بيحب ياكلها ساده اهي. تموجات كده اهو عشان لو في اي فقاقيع ما تظهرش فيه. بالسكينه بقى باي حاجه عندك بظهر فيا. انا بالنسبه لي الفرن بتاعي يعني ايه بسخنه وبعد كده بهديه وبحطها في قلبه، عشان هو مع الكيكه هو في القرص كويس جدا بس مع الكيكه ممكن يقوم مبوظها لي، فعشان كده بسخنه واقوم موطياه خالص وبقوم سايبه بقى الكيكه تاخد راحتها خالص. وانا احتاجت الشوايه بستخدم الشوايه بس كده. هدخلها الفرن ونشوف الكيكه هتطلع شكلها عامل ازاي. الكيكه الخطيره، شوفوا جمالها، شوفوا سبتها بس ما استهدت شويه بس لسه سخن. شوفوا تحفه اهي. هنقطعها تمام. ثواني اجيب بس طبق. بسم الله
ناشف وتحفة تحفة يا بنات. احتفلنا اهوت ان احنا خلصنا امتحانات في اول شهر، اللي هو شهر ايه؟ شهر 10. عقبال يا رب باقي الامتحانات. هجيب هنا شفتوا الكيكه؟ شوفوا ارتفاعها، شوفوا هشه ازاي وجميله تحفه. ادي الكيكه هتعملها بمنتهى السهوله، مش هتاخد منك حاجه اهي. شوفوا جميله ازاي، شوفوا ارتفاعها جميل ازاي، ده خلاف الطعم يا بنات والله تحفه. عندي هنا بقى كريم كراميل، عندك صوص شوكولاته، عندك كريم كراميل، عندك صوص انت تعمليه بقى صوص فراوله. شوفوا تحفه 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 بالصوص بتاعها اهو. بقى اللي انت عاوزاه، صوص شوكولاته، صوص فراوله اهو. حاجه جميله جدا، حتى الحروف حتى كله يعني بصراحه هي كلها طالعه بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، طالعه ناجحه اهي. كانت من الحرف او كانت من النص فهي ناجحه اهي. يا رب اكون قدمت حاجه كويسه وشاركتكم معايا النهارده ان انا عملت كيكه عشان خاطر اخيرا خلصنا اول امتحان في اول شهر. يا رب السنه كلها تبقى بالنجاح. قلت كده ايه بعد التعب ده نعمل حاجه حلوه. ما تنسوش الاشتراك في القناه، عاوزاكم دايما تبقوا متواصلين معايا ونصلي على النبي كتير، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله. بحبكم.